بسم الله الرحمن الرحيم. المتابع الكريم في كل مكان، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة نتناول من خلالها معسكر الهلال اللي يقام هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، في معسكر أنا بعتبره معسكر مثالي. معسكر الهلال كان محتاجه من فترة. الهلال قبل ما تبدأ المجموعات كان محتاج للمعسكر ده، معسكر فيه كل الاشياء متاحه، كل الملاعب متاحه، كل الانديه اللي حتلعب معاه مباراه وديه متاحه، الدعم الجماهيري موجود، البنيه التحتيه للمملكه العربيه السعوديه رياضيا بكل تاكيد مثاليه. معسكر مثالي حيكون للهلال، والهلال من خلال المعسكر ده زي ما قلت انا ممكن اخذه لك من كذا جانب. والجانب المهم والاهم وجود الوجود السوداني، وجود الجماهير السودانيه في المملكه العربيه السعوديه. بكل تاكيد الوجود ده له دافع معنوي كبير جدا جدا، وانا داير اتكلم عنه اكثر يعني. فوجود الجماهير استقبالا للهلال، هسه شفناه في الرياض استقبلت الهلال، لما تجي ابها حتلقى الاستقبال الكبير من جماهير الهلال المتواجده في المملكه العربيه السعوديه. مشت اي مكان في السعوديه حتلقى جمهور الهلال في استقباله، والحاجه دي هي بتدي دافع معنوي كبير لعيبه الهلال القدام والجداد بصوره اكبر. اللعيبه القدام الموجودين في الهلال عارفين جماهير الهلال وعارفين قيمه الهلال وعارفين الحياه دي كلها، لكن اللاعب اللي بيكون جديد خصوصا المحترفين لما يشوفوا الاستقبال ده بتزداد جواهم الرغبه في تقديم الافضل، بتزداد جواهم المسؤوليه بانك انت بتلعب في نادي عنده جماهير بالشكل ده خارج بلدها وهي متواجده معه بالطريقه دي، وبتحس بقيمه الشعار وبتحس بقيمه النادي اللي بتلعب فيه. وان كان الهلال يعني اسميا موجود في افريقيا بكل تاكيد ما في افريقي ما بيعرف الهلال، ولا وفي الوطن العربي واحد ما بيعرف الهلال السوداني. يعني زي ما بيقولوا العلم على راسه نار، لكن انا بتكلم عن القيمه بتاعه النادي لما تكون انت جوا النادي. انت يعني لا اللعيبه الافارقه ده كلهم لو سالتهم اي لاعب افريقي قلت له بتعرف الهلال السوداني اكيد حيقول لك هاي، لكن ما بيقدر يعرف القيمه الحقيقيه بتاعت النادي الا لما يشوف جماهيره، ونحن دي حاجه فقدناها. ولا يتخيل لي حتى المحترفين اللي موجودين الان في الهلال هم اللي اذا كان لعبوا مباراه او مباراتين في الجوهره قدام الكميه الكبيره من الجماهير دي كان حيكون اداؤهم مختلف، معنويا حيكونوا مختلفين تماما عن الاداء اللي بيقدموا فيه الان ده. فدي واحده من الحاجات الهلال اللي كسبها من خلال معسكر السعوديه، هو الوجود الجماهيري والحس الجماهيري الكبير اللي زي ما قلت لك بيدي دافع للاعبين دي. انت يا محترف، يعني المحترفين الجدد اللي اتكلم عنهم، يعني بتلعب في نادي يعني من اكبر الانديه الافريقيه، خليني اقول جماهيريا، وواحد من اكبر الانديه السودانيه جماهيريا، ونادي بيمتلك قاعده جماهيريه يعني لا تضاهيها اي قاعده جماهيريه في اي نادي ثاني. الهلال ده عنده محبين يعني ممكن ياكلوا النار دي، فعاشقين وسمعه النادي بالنسبه له اهم حاجه. فانت يا محترف بتلعب في نادي بالشكل ده بكل تاكيد حيكون دافعك مختلف، واللاعب ذاته اللي بيكون عنده نيه يعني انه يمشي او عنده النيه مع شايف انه الوضع ما في النهايه لما يلقى حضور الجماهير ده صدقوني حتفرق كثير جدا جدا. والكلام ده حتشوفوه في المباريات الاعداديه قبل المباراه الرسميه. في المباراه الاعداديه حتشوف الفرق كبير، وداير الناس تلاحظ لاداء المحترفين في المباراه الاعداديه الجايه حتشوف اداء مختلف تماما، خصوصا لما يكون حضور الجماهير في المباراه اكبر. اي محترف لو سالته وقعدت معاه وقلت له انت كنت بتتخيل انه الهلال عنده جماهير في السعوديه بالشكل ده؟ هيقول لك انا كنت مفتكر انه الهلال عنده جماهير لكن في السودان وما بتكون كثيره جدا، ما بتكون خاتي القيمه الا اذا لعب ضد الهلال. اذا كان في نادي لعب ضد الهلال في الجوهره بيكون عارف القيمه دي كويس. فعموما يا جماعه انا دي الحاجه اكثر حاجه انا لاحظت عليها، ودي اكثر حاجه انا يعني بشيد بمجلس الهلال لاختياره للسعوديه، وهذه اكثر حاجه انا متوقف عندها، لانه الهلال الان بيعتمد على المحترفين بصوره كبيره. يعني الان في 10 محترفين 11 محترف، كميه من المحترفين موجودين والهلال بيعول عليهم، وكان ما ينقص المحترفين دي هم كاداء ما فيهم كلام، كاداء لعيبه يعني شفناهم ادائهم اكثر من ممتاز، محتاجين بس الدفعه المعنويه اللي ما لقوها في المباريات بتاع ابطال افريقيا الموسم ده، يعني نسبه الاحداث اللي موجوده في بلدنا. لكن اللي بتكلم عن انه اذا كان لقوا الدفعه المعنويه دي كان حيقدموا الافضل. انا متاكد تماما متاكد تماما كل المحترفين الموجودين الان في الهلال الجداد بالاخص، يعني اذا شافوا الحضور الجماهيري ده وشافوا القيمه الجماهيريه للهلال حيكون ادائهم مختلف، حيغيروا فكرهم. وانا متاكد هسه بعد الاستقبال اللي استقبلوا لهم في الرياض وبعد مباراه الوحده السعودي حيكون يعني اي لاعب فيهم حيمشي الفندق ويقعد ويفكر في الجماهير اللي شافها دي،
فبكل تأكيد ده دافع معنوي كبير جدا جدا. معسكره حيواجه عدد من الأندية السعودية بكل تأكيد. الآن حيواجه الوحدة السعودي، وأنا بشيد بالخطوات بتاعة التدرج في المباريات الإعدادية. والهلال حتى الآن بيبدا في التدرج في المباريات تباعا مع التدريبات، بيلعب كذا تدريب، بعد ذاك بيلعب مباراه وديه. مباراه وديه بتكون اقوى من المباراه اللي قبليها، التدريبات النسق بتاعها حيكون اعلى بكل تاكيد. فمستر فلوران برضه سمعنا انه الانديه السعوديه يعني طمعانه في فلوران، وانا بعيد واكرر بانه جماهير الهلال ما تتخلع ولا هي تتفاجأ بانه فلوران مطلوب من الانديه السعوديه او غيرها. الفلوران مطلوب على مستوى كل الانديه، خصوصا الافريقيه، خليك من الاسيويه. الانديه الافريقيه كلها تتمنى ويعني بتطلب ود المدرب الكبير فلوران. لكن في النهايه فلوران واحد من المدربين انا احترمت فيه جدا، تمسكه بالهلال، احترم العقد اللي بينه وبين الهلال، احترمت فيه انه متمسك بفكرته وتنفيذه لفكره وتنفيذه لخطه مع الهلال ماشي بها. وانا يعني بقدر ما اني مبسوط من مجلس الاداره، مبسوط جدا من فلوران. وده واحد من الافارقه القليلين بيبيعوك الافارقه دي يعني ما نادر من تلقى فيهم يعني مدرب او لاعب صاحب يعني صاحب مبدا او لاعب ممكن يتمسك بك. هم في النهايه دايرين قروش، في النهايه دايرين عائد مادي، دايرين شيء. فلكن فلوران احترت فيه الحقيقه. وانا من هنا بقول لانه جماهير الهلال لازم ترد الجميل ده لفلوران. جميل بانه هو يعني يتمسك بالهلال وموجود حاليا مع الهلال، وده مفخره بالنسبه لنا، ونحن بنشوف في فلوران مستقبل زاهر جدا بالنسبه للهلال. عموما المتابع الكريم ان شاء الله نشوف مباراه الوحده السعودي ونشوف المباريات والاعداد الهلال. حنكون موالين معاكم ان شاء الله في حلقات نتكلم فيها عن اعداد الهلال وعن كل مباراه ايجابياتها وسلبياتها باذن الله تعالى. وانا برضو في قرار كان طلع من الاتحاد الليبي لكره القدم باعتماد اللاعب السوداني كلاعب وطني مع اللاعب الفلسطيني كلاعب وطني ايضا. والحاجه دي انا من وجهه نظري الخاصه، الناس بتقول لك الحاجه دي ممكن تفرتك الانديه السودانيه، هو في ناس حاليا ما في اصلا نشاط. ما انا كلاعب عندي عمر زمني، انا يعني عندي زمن معين بلعب فيه، وبعد ذاك ما حاخلي كوره. يعني المستقبل بتاع اللاعب السوداني ذاته، وصدقوني اذا لعب في الدوري الليبي مهما كان الدوري القيمه حقته الفنيه اقل من الدوري السوداني، او حتى القيمه الفنيه بتاعته ما عاليه، في النهايه بتغير الفكر بتاع اللاعب. لما يكون لاعب محترف، لما نقول لك انت لاعب محترف وتلعب في نادي عنده لوائح وبيحترم اللوائح دي، وفيه اداره ما بتعاين لاسمك، بتعاين بس اللي ما بتقدمه للنادي، ده بغير الفكر بتاع اللاعب السوداني. فالحاجه دي يا جماعه خلونا نعاين لها من منظور انه يعني هي حتفيد اللاعب السوداني. وبكل تاكيد انا متاكد هسه الدوري الليبي ده لو نفرض انه 10 لاعبين بيلعبوا في الدوري الليبي، نفترض انه الانديه الليبيه اختارت 10 لاعبين من مختلف الانديه، يعني معظمهم حيكون من المريخ، لكن خلينا اقول من مختلف الانديه، اختارت لها 10 لاعبين. اللاعبين دول اول ما يتالقوا في الدوري الليبي واول ما نشوف ادائهم مختلف في الدوري الليبي، كل الانديه بينصب مباشره في خدمه المنتخب الوطني، وبده بيتغير الفكر بتاع اللاعب السوداني. فالحاجه دي اول حاجه نشكر الاتحاد الليبي ونشكر ليبيا لوقوف الدائم مع الرياضه السودانيه. ويعني الحاجه دي صدقوني ما حاجه سهله انه اتحاد يفتح ابوابه للعيبتك ويستقطبوا. الحاجه دي هي بترفع من نسق الدوري عندهم، لكن في نفس الوقت بتفيد اللاعب السوداني. فعموما يعني اتمنى التوفيق لكل لاعب ينتقل للدوري الليبي، واتمنى انه قبل كل حاجه يغير الفكر بتاعه ويغير الفهم بتاعه لكره القدم، اللي انا دائما بتكرر وبقول بانك انت كلاعب كره قدم دي مهنتك. يعني انت ما دكتور ولا انت مهندس، انت لاعب كره قدم، دي مهنتك، يجب انك تحترمها وتديها كل حاجه عشان هي تديك كل شيء. فاحترامك للزمن، احترامك للمدرب، احترامك للمواعيد، احترامك لتدريباتك، سلوكك الشخصي، البنيه الجسمانيه بتاعتك، تدريباتك المستمره، التزامك بتوجيهات المدرب، دي كلها حاجات هي متطلبات اللاعب عشان يكون هو لاعب كره قدم حقيقي. ما انت ممكن تكون دكتور لكن فاشل، ممكن تكون مهندس لكن فاشل، لانك انت ما اديت المهنه كل حاجه عندها. مع ان احنا هسه قرينا بتقرا مجال الطب ده، اول ما تتخرج، اول ما تقرا زي 5 سنه، تقرا 5 سنين، بعد 5 سنين اول ما طلعت اذا ما دعمت شهادتك دي بكورسات، ما دعمت شهادتك دي بتريننج مستمر، ما تدرجتها في الشغل، ما بتكون ناجح. كذلك كره القدم، انت لو ما يعني اديت الكوره دي كل متطلباتها، ما بتديك اي حاجه، بتبقى في النهايه لاعب فاشل، بترجع للنقطه الاولى وتبقى ولا شيء باختصار شديد. عموما شكرا جزيلا عزيزي المتابع، انا وصلت معك لخواتيم حلقه الليله، واتمنى للهلال التوفيق
في المباريات الإعدادية الجاية وفي تمارين وتدريبات. ويعني أنا مبسوط ببسطة الجماهير السودانية اللي موجودة. وبكل تأكيد الهلال غير من الروتين بتاع الشغل في السعودية، وغير من المغترب كثير. المغترب الآن بيكون يعني في معنويات عالية. عموما المتابع الكريم، نلتقي إن شاء الله في محطة ثانية. إلى اللقاء.